لاكتوز شنو هو التعريف ديالو؟ يعني الا بغيت نعرف واش عندي لاكتوز كاينه تحليله؟ لا ما كايناش نهائيا تحليله تحليله. كاين الاعراض لا حتى حاجه، لا حاجه، وخصوصا هذا الغضروف كيتاكل في الركبه بزاف أكثرية في الاغلبيه. الركبه. مرحبا بكم في برنامج كلام في الصحه، حلقه جديده من رحله التوعيه ورحله البحث عن اسباب العلاج والوقايه لعده امراض. اذا في البدايه كنحييو بعد الفريق الفني وجنود الخفاء سي نبيل سي نزار وسي ابراهيم اللي كيحرصوا على تفاصيل هذا العمل وكيحاولوا يقدموه بجوده عاليه. دكتوره سلمى اهلا وسهلا، مرحبا. كنرحب بك لان هذا التخصص اللي عندك تخصص مهم وتخصص كيقيس بزاف ديال الشرائح المجتمع. قدم راسك دكتوره. سميتي سلمى بوعياد، اخصائيه في طب المفاصل والعظام والعمود الفقري. اذا غنهضروا معك دكتوره هذا النهار على لاكتوز. لاكتوز شنو هو التعريف ديالو باش نكونوا بعدا عارفينه بالضبط شنو هو لاكتوز؟ دونك اولا تنبغي نشكركم على هذه المبادره. الله يحفظك، حنا اللي متشرفين بك. الله يحفظك الله يجزيك بخير. دونك لاكتوز ولا ما يسمى بتآكل الغضروف ولا ما يسميه البعض بخشونه المفاصل، هو مرض تيقيس المفاصل ديالنا، خصوصا جميع المفاصل اغلبيه اللي في الذات خصوصا مفاصل اصابع اليدين هادو. يعني هادو التواله وهادو شي باش كنشوفوا شي وحدين كتخرج لهم بحال شي تولاله كبيره هنايا. هادوك دي نودول دي بوس اوسوز تيكونوا قاصحين وتيقدوا هادوك مع تطور لاكتوز في اليدين تيكونوا في الاول تيكون الم ومع المده تيظهروا ديك لي نودول هكاك هنايا، خصوصا في هادو التواله وهادو اللي هنايا. ولاكتوز ديال اليدين تقد تصيب حتى المفصل ديال الاصبع الكبير ديال لو بوس، تسمى لا غيزارتروز. وهي خصوصا تتقيس مفاصل اصابع اليدين، تتقيس الركبتين تتقيس الورك وتتقيس العمود الفقري. المفاصل الاخرى تتكون نتيجه مرض معين معين كمضاعفه لامراض معينه. نعم. وهاد المفاصل الاغلبيه تتكون اون ارتروز بريميتيف، تيكون واحد العوامل بحال السمنه، بحال التزايد في العمر هو اللي تيساعد نقص في الفيتامين دي. لا ما عنده علاقه بفيتامين دي. اذا لاكتوز كيقيس المفاصل وكيقدر يبان فيه بحال اللي قلنا بعض الكويرات في هذيك لا كانت لاكتوز تتقيس لنا اصابع اليد. بالنسبه للاكتوز هذا التشخيص، هذا التعريف ديالها والتشخيص. يعني اذا بغيت نعرف واش عندي لاكتوز كاينه تحليله؟ لا ما كايناش تحليله. كاين الاعراض اللي تيحس بها المريض. حنا ملي تيقولنا ديك الاعراض تنشكوا في لاكتوز وتنكملوا بلا راديوغرافي. دونك سي دياغنوستيك، لو دياغنوستيك الى راديو كلينيك. يعني كدير لا راديو باش كتعرف ان ديك الغضروف بدا كيتاكل بالضبط. ما تحتاجوا لا تحاليل لا حتى حاجه. وخصوصا هذا الغضروف كيتاكل في الركبه بزاف الاغلبيه في الركبه. كلشي كيتشكى من الركب. بالفعل. اذا دكتوره نهضروا بعدا على العلاج، عاد نهضروا على الوقايه، بعض الاشياء اللي ممكن الانسان باش ما يطيحش في هذا، ولو ان السن وقيله هو اللي كيحكم في هذا الشيء بزاف. لاكتوز كاين لاكتوز بريميتيف وكاين لاكتوز سكوندير. كاين لاكتوز الاوليه اللي تيدخلوا فيها واحد العوامل تيساعدوا باش نتصابوا بهذا المرض، وهاد العوامل كاينه الشيخوخه. تنعرفوا بان لاكتوز كل ما كبرنا في العمر كل ما كان عندنا ريسك باش نتصابوا بها. قليله لاكتوز قبل سن 40. العامل الثاني هو السمنه، وخصوصا اذا كانت السمنه مرافقه مع ارتفاع الضغط، مرض السكري، ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم. الناس اللي عندهم هذه العوامل، هذه الامراض هادو معرضين اكثر للاصابه بهذا المرض. ثالث حاجه كاين العامل الوراثي. لاحظوا بان هناك عائلات تيتصابوا مثلا بلاكتوز ديال اليديدات اكثر من عائلات اخرى، ورجعوا السبب العوامل الجينيه ومازال دراسات في هذا المجال. العامل الرابع هو كاين اضطرابات في القوام ديال الاطراف السفليه. الناس تيكون عندهم اعوجاج في الممبر خلقي وما تيتمش العلاج ديالو في الاول وفي الناج ادولت
تيكونوا لنا هاد لاختروز هادي تيكون سوا لو جونو فالغوم ولا لو جونو فاغوم، سوا الركيبات تيكونوا مقربين ولي شوفي مبعدين، سوا العكس الركيبات مبعدين ولي شوفي مقربين، ولا لا ديسبلازي د لا اونش حتى هي هي كتعجل، حتى هي تتعطينا لاختروز. هاد الاضطرابات هادو تعطيونا ارثروز في سن مبكر، في سن مبكر، حيت ما تيتمش العلاج ديالهم في الصغر. والارثروز اللي مرتبطه بالسن هي الثانيه. اي بالضبط، هي الثانيه. وكاين لاختروز سكوندير، دابا هادي لاختروز اوليه، وكاين سكوندير معناتها ان تيكون المريض مصاب بمرض المفاصل وكمضاعفه هذا المرض تتجينا لاختروز. نعم. كاين الروماتيزم الالتهابي المزمن، الروماتيزم انفلاماتوار كرونيك، كاين الناس اللي تيتصابوا بميكروب في المفصل، وكاين لي زارتروباتي ميكرو كريستالين. كاين واحد التموضع ديال واحد لي ميكرو كريستو بحال البيروفوسفات دو كالسيوم ولورات دو صوديوم تيتموضعوا لنا. هي النقرس، كاين لاغوت وكاين النقرس. النقرس هي لاغوت كتكون في الصباع الكبير. هذيك لما تمش العلاج ديالها مبكرا كمضاعفات تتعطينا لاختروز كيكون حتى في الكتف، تيكون حتى في الكتف. اذا بالنسبه للعلاج دكتوره، العلاج شنو هو اللي كيكون؟ يعني بعدا خصو يمشي للطبيب اللي عنده هاد الاعراض، وهذا خصو يمشي للطبيب قبل ما يتفاقم ديك الشيء. ما هضرناش على الاعراض. والاعراض هي اللي قلتي، هي انه كيبدا يحس بالالم بالالم في هاد المفاصل. بالضبط. والالم بالضبط الم ميكانيكي، حيت المريض خصو يعرف الفرق ما بين الم ميكانيكي، اون دولور ميكانيك، و اون دولور انفلاماتوار، الم التهابي. شنو الفرق؟ الالم الميكانيكي هو اللي نقدروا نشكو فيه في لاختروز. الالم الميكانيكي هو اول حاجه الم ميكانيكي ناتج عن الحركه، صافي دير مي تنبغيو نديروا حركه ولا افور ولا مجهود تتحس بالالم، وحنا نرتاحوا تيخفف الالم ويمشي. هذه الاولى. هذا ميكانيكي. الثانيه ان هذا الالم ما تيفيقش بالليل، ما تيفيقش المريض بالليل من غير لا بغى يبدل الوضعيه ديال النوم عادي قد يحس. وثالث خاصيه ديال الالم الميكانيكي هي انه عند الاستيقاظ في الصباح تيحس بواحد التيبس. حنا تنسولوا المريض تنقولوا له واش مفاصلك تيتشكلوا عليك ملي تنوض في الصباح، تتحس بهم مشكلين. خاص هذا التشكل هذا يكون قل من 30 دقيقه. لا فات 30 دقيقه تندخلوا في الالم الالتهابي لي دولور انفلاماتوار. وهذوك عندهم وقيله كيكون عندهم الحريق بزاف لي دولور انفلاماتوار. تيفيقوا بالليل، كيخصهم دي كالمون باش يهدنوا. وهذوك اصعب من الميكانيكي. هذوك لي زيتولوجي ديالهم هذوك امراض مزمنه، الاغلبيه ديال الاسباب ديالهم امراض مزمنه، يعني الدواء غادي يكون على طول. اذا دكتوره، شنو كتقترحوا نتوما في العلاج كاخصائيه في هذا؟ بالنسبه للعلاج، الهدف من العلاج هو نخفوا من الالم ديال المريض. نعم. تخفيف من الالم. نحاولوا بان المريض يسترجع الحركيه ديال المفصل ديالو عن طريق الترويض. بالفعل. ونحاولوا الوتيره ديال المرض، السرعه ديال تطور المرض نقصوا منها، ما يطولناش المرض بسرعه. المريض خصو يمشي غير بشويه كجميع الامراض المزمنه. يعني كل ما طولتي ما يديفلوباش دغيا. وكاين ادويه لهذا الشيء. كاين ادويه، كاين حقن. ديك الحقن كيمكن لهم الا داروا بزاف يعطيو العطب. هادشي اللي كيقولوا الناس زعما ما هو شائع، ان الا ضربتي الشوكه بديتي الشوكه غتبقى دائما ما عمرك تبرا الا ضربتي الشوكه. اصلا انا شوكه نضربوا حيت كاين بزاف الشوك. كاين لي كورتيكويد. وي انا صحابني كاين شوكه وحده. لا، كاين حمض الهيالورونيك، لاسيد هيالورونيك. وكاين البي ار بي، البلازما غنيه بالصفائح. البلازما غنيه بالصفائح. هادو ما عندهمش تاثير على المفصل ولا على العظم ولا على التهاب، وكيعطيو النتيجه وتيعاونوا في تخفيف الالم. ولي كورتيكويد ما تنتعداوش 2 حتى 3 في العام. وتنعطيوهم بالنسبه لي زارتروز اللي تيكونوا لا كان الماء.
الا كان في المفصل عامر بالماء، الركبه عامره بالماء ولا الورك عامر بالماء، تينشف الركبه وتيعطي مفعوليه في نهار ولا يومين، والمده الفعاليه تيبقى ديك الشهر. نعم. واش كينشف الماء ولا كتجبدوا الماء عاد كتضربوا الشوكه؟ لا، كاين اللي كيقول لك كنمشي نزول الماء. تنجبدوا الماء حيت كون ما خوينا المريض تيحس الركبه ديالو تتخفاف وتيحس بالراحه، وعاد تنديروا الحقنه. اذا هذا الماء مرافق للارثروز. مرافق. ماشي جميع لي زارثروز. الله السلامه والعافيه. امين للجميع يا ربي. امين. شنو تقول كان كونساي للمرضى ديال الارثروز في نهايه الحلقه؟ الناس ديال الارثروز ننصحهم بانهم يحاولوا يعيشوا واحد النمط صحي، معناتها يحاولوا يمارسوا الرياضه بصفه منتظمه، ولكن ماشي في وقت الالم. تدوز المرحله ديال لابوسي، ممارسه الرياضه ولا لا مارش. تنصحوا بلا مارش. لا مارش ممنوع. ما تنصحوش بالجري، ما تنصحوش بكره القدم، ما تنصحوش بالتنس والهوند للناس اللي عندهم لارثروز اليدين. تنصحوا بالسباحه وبالمشي، ويكون غذاء متوازن. احنا تنصحوا بان ريجيم ميديتيرانيان اللي هو الريجيم ديالنا، اللي هو الخبز الكامل، زيت الزيتون، الخضر والفواكه والحوت. 5 الحوايج. هذا هو اللي تيتسمى ان ريجيم ميديتيرانيان. وهذا لو ريجيم ميديتيرانيان تيحافظ على ديك البكتيريا النافعه اللي عندنا في المصيرنات ديالنا. حيت الدراسات مؤخرا لاحظوا بان الناس اللي عندهم سمنه عندهم هذه البكتيريا ناقصه وما متنوعاش بزاف. واخر دراسات دارت خداو لي سيل خروج ديال الناس عندهم سمنه وعندهم ارثروز وحقنوها الفئران، ولاحظوا بان هاد الفئران اللي عندهم لاختروز ديالهم زادت حده. قالوا يمكن تكون هناك علاقه ما بين هاد البكتيريا هذه. علاش تزادت حده؟ ما بين هاد البكتيريا، حيت الناس اللي عندهم سمنه يكون عندهم هاد البكتيريا قليله وضعيفه. اذا قالوا يمكن هناك علاقه، ولكن مازال دابا الدراسات عاد غاديه. تبارك الله عليك دكتوره، وتحفتينا بهاد لي كونساي. الله يحفظك باش الانسان يرد البال وفتي للمشاهدين. كيبقى حاجه واحده اخرى، الماء بالنسبه لشرب الماء مزيان لارثروز. مزيان كل ما شرب الانسان مزيان. شكرا جزيلا. كنتمنى نستضفك في حلقات واحده اخرى. شكرا. على علاقه بهذه الامراض ديال حتى الروماتيزم مهم. ان شاء الله نتكلموا عليه في حلقه واحده اخرى. شكرا، والى حلقه اخرى من برنامج كلام في الصحه. شكرا.